أيوب المسعودي، أهلا وسهلا ومرحبا بك على إكسبريس اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا بك واهلا بكل المستمعين الاذاعه. إذا سي أيوب المسعودي، كنت صرحت، كنت تعطينا فحوى مضمون هذا التصريح الأخير اللي ثقافة مش متعودين عليها في تونس، أنه واحد يقول أو أخطأت في وقت من الأوقات في اختياراتي في التوجهات نتاعي، كانت توضح لنا أكثر. نعم والله الحقيقه هو الاعتذار هذا قبل كل شيء اتى هو بطريقه عفويه، وكان هو رد على بعد ما قريت تعليق لاحد اصدقاء على الفيسبوك يتساءل فيه ان كنت انا قدمت اعتذاري للشعب التونسي ام لا. الحقيقه ما تاثر فيه نوعا ما هذا التعليق، واخذت نفكر ونسال نفسي واعود بذاكرتي الى ايام كنت اناضل في صفوف احد الاحزاب حزب طلائع من الجمهوريه، واللي لعبت فيه دور اساسي في نجاح وصول الى سده الحكم قبل من التحق بقرطاج الى اخره. والحقيقه بين درويح قلت انه فتره ممارسه الحكم هذه كانت فتره معاناه بسبب النوع من الانفصام بين الاهداف والمبادئ من جهه والممارسات والسياسات من جهه. وانا نعتبر انه تونس تمر بمرحله فارقه، مرحله تاريخيه فارقه تتطلب انه كل مسؤول سياسي عنده نفس وطني وعنده حد ادنى من الموضوعيه، انه يستخلص الدروس اللي تمر من المرحله هذه الحقبه اللي فاتت منذ 17 ديسمبر الى اليوم، واللي كانت فيها نجاحات واخفاقات. وبطبيعه استخلاص الدروس يبدا بالاعتراف بالاخطاء. انا الحقيقه اخترت اني نعتذر الى الشعب التونسي، لاني فعلا انا منحت ثقتي لربما لناس لم تكن امينه على الثوره، ولم تكن امينه على دماء الشهداء وتطلعات التونسيين واحلامهم. لم يكن ذلك من منطلق التحاقي بالسلطه، لم يكن من منطلق طمع في منصب او مغنم، والدليل على ذلك رفضي لكل العروض التي تبعت استقالتي، لاني ارفض ان اكون شاهد زور في مسرحيه الاجهاز على الثوره. اعتقدت خطأ او ربما سذاجه ايضا انه حركه النهضه حزب وطني وشريك ممكن في بناء تونس الثوره، فاكتشفت ذراع لتنظيم عالمي في خدمه اجندات اقليميه يحرض قادته على العنف والاحتراب بين ابناء الوطن الواحد، حزب يسعى بلا هوان الى تقسيم المجتمع وتشطيره وتحويل وجهه الثوره من صراع من اجل تقسيم الثروه وتحقيق العداله الاجتماعيه والكرامه الى نوع من الخلاف الفقهي وحرب مواقع. في هذه الحرب تم تهميش الشباب وتم قمع صوتهم صقع اعينهم بالرش في سنيانه. والحقيقة الأمر حتى رئيس الجمهورية تحول إلى منظر في خدمة حركة الإخوان، يلمع صورتهم يزيف حقيقتهم ليجمع مقابل ذلك ما نزل هو طابع الجوائز من المنظمات الدولية إلى آخره. وهو كتب في مقالاته أنه لا بأس في معاناة الشعب التونسي إذا كان الثمن هو ديمقراطية التيارات الإسلامية، وكأنه دور الثورة هو تعليم الديمقراطية للحركات الإسلامية، بينما الثورة التونسية عندما اندلعت دونت مهماتها وأهدافها بالدم، شعارها الخبز، الحرية، العدالة الاجتماعية، لا إثبات نظريات لهذا الطرف أو ذاك أو لهذا الشخص أو ذاك. لكن أنا بالنسبة لي مرة أخرى أجدد اعتذاري للشعب التونسي، لأنه ربما مش ناس كلها قرأت الاعتذار نتاعي، ولكن بالصوت مباشرة أنا أعتذر من الشعب التونسي على تقديرات واختيارات لم تكن صائبة. نظن انه في فتره معينه تحملت مسؤوليتي واستقلت من المنصب هذايا، وصارت تتبعات قضائيه وعدليه حركتها السلطه السياسيه ايقاظا. ايوب المسعودي، هل تتصور اليوم اللي ناقصه ثقافه الاعتذار باش نجموا نقدموا شعب كامل اللي يغلط يقول غلط ويتعظ بالماضي ونقدموا الناس الكل؟ هل تتصور اللي ناقصه الثقافه هذه؟ نعم، نظن انه ربما حتى هل هي مسألة شخصية او ثقافية اليوم؟ مترسخة عندنا انه الاعتذار هو نوع من الضعف، الاعتراف بالخطأ هو نوع من الضعف، لكن نعتبر انه الاعتذار هو بالعكس هو يؤسس لمرحلة جديدة ويخلينا ننظر المستقبل ربما باكثر ثبات وباكثر ثقة وباكثر حكمة. على كل شو نقول الانسان لما يخطئ يعترف بالخطأ هذا يحاول يبني عليه، ولا بأس به انه مسؤولين السياسيين ينزلوا من عليائهم لما يخطئوا يعترفوا بالخطأ هذا ويحاولوا يصلحوا. احنا اليوم عندنا ساسة متعنتين دخلوا تونس في أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة أخلاقية، أزمة قيم.
ما مش معترفين بالشيء هذايا، ماضيين يعني مع سياسه هروب الى الامام. صارت اغتيالات، صارت يعني تفطير للمجتمع نتاعنا وتقسيم على اساس يعني تكفير و يعني كفار ومتدينين وكفار ومسلمين الى اخره. نعتبر انه ثم ناس لازم تراجع ربما نفسها وتشوف يعني تراجع سياساتها وخياراتها. وشنو الهدف؟ الهدف هو انه ننهض بتونس وانه نخرجوا من عنق الزجاجه، نخرجوا من الازمه هذه الخانقه اللي يعني باش تجهز على الثوره وباش تطفئ جذوتها. هذا هو يعني هذا هو الهدف. واضح وصلت الفكره ووصلت الرساله. ايوب المسعودي شكرا ليك، سي توت افوتر اونور بالطبيعه الكلام اللي تقولوا هذايا، وان شاء الله من امثال الخطاب هذايا نشوفوا منه برشا. شكرا على هذا التداخل. اذا نكونوا هكا وصلنا ختام